السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي قناة سلوى بدر. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بالسكر والكاستر. طبعا مفيش حد ما بيحبوش، كلنا طبعا بنحبه وبنشتريه غالي جدا من بره. وكمان لما بنعمله في البيت بيبقى عندنا مشكلة في العجن والحشو، وبياخد مننا وقت طبعا، فبنكسل ان احنا نعمله. بس النهاردة بقى إن شاء الله هقول لكم إزاي نعمله بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، من غير عجن ولا فرد ولا تطبيق ولا تعب خالص. وفي نفس الوقت هنعمله زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، نفس الطعم والريحة والشكل وتحدي. وانتوا عارفين ان انا لما بقول لكم على حاجة ان هي تطلع زي بره بالظبط، فعلا بتطلع زي بتاعة المحلات بالظبط. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه، وطريقتنا السهلة والبسيطة جدا اللي احنا هنعمل بيها الفطير في ثواني معدودة عبارة عن ايه. اول حاجة هنعملها هو الكاستر اللي احنا هنستخدمه في الوصفة بتاعتنا. انا هستخدم هنا كوبايتين من اللبن، وكل كوباية من اللبن هتاخد معلقة كبيرة من الكاستر. الكاستر ده كاستر فانيليا، موجود في اي سوبر ماركت او هتلاقوه موجود في المحلات، هتلاقوه متوفر جدا، ده كاستر فانيليا. ولو ما لقيتيش العلبة الكبيرة دي، في اكياس صغيرة كده، الكيس ده ب5 جنيه برضو كاستر فانيليا. يبقى دلوقتي عندي لكل كوباية من اللبن معلقة كبيرة من الكاستر. اهو ضفت الكوبايتين من اللبن بتوعي عندي في الحلة، وهضيف عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاستر. وممكن اللي مش هيلاقي كاستر ومش متوفر عنده، ممكن ان هو يعمل مهلبية بالنشا بدل الكاستر. وبعد كده رفعت الحلة بتاعتي على النار، وطبعا مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده، مش هشيل ايدي منه خالص لغاية لما قوامه يتقل معايا، يبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. الكاستر تقل معايا وهو ده قوام الكاستر اللي انا عايزاه. كده خلاص استوى معايا كده خالص، هطفي عليه النار. وكده خلاص الكاستر بقى جاهز معايا، وهو ده قوامه اللي انا عايزاه، لا تقيل ولا خفيف، يبقى قوامه حلو قوي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين تمام كده. انا بقلبه على البارد، وبعد كده برفعه على النار مع التقليب المستمر لحد لما يتقل معايا. هضيفه بقى في طبق بقى، وهغطيه علشان ما يعملش قشرة كده من على الوش، اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هسيبه لغاية لما يبرد معايا خالص. هسيب الكاستر لحد لما يبرد معايا خالص، وبعد كده هنشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. بقية المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. هجيب طبق كده وهنزل فيه بنص كوباية من السمنة، وهسيب منها معلقتين كده في الكوباية كده على جنب. يعني كده نص كوباية من السمنة إلا معلقتين. ومعايا هنا كمان علبة من الزبادي، هفضيها على نص كوباية السمنة اللي أنا مسيحاها. المقادير سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود، وهنعمل أحلى فطيرة بالسكر طبق الأصل اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. وأنا عارفة إن كلكم هتجربوها وهتقولولي جميلة جدا يا سلوى، وهتعجبكم جدا جدا. سلوى ما بتقولكوش اي حاجة الا ما بتطلع حلوة وجميلة و100% بإذن الله. قلبت الزبادي مع السمنة كده كويس لحد لما امتزجوا مع بعض خالص. وبعد كده هنعمل ايه. الخطوة دي مهمة جدا علشان بتدي هشاشة حلوة قوي وبتخليه مورق زي الفطير بالظبط. هنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هاخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهحطها على الخليط بتاعي، اهو معلقة صغيرة بس. وبعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد لما تمتزج مع بعضها كويس جدا جدا. كده تمام، انا قلبت كل المقدار معايا كده بالشكل ده زي ما انت شايفين. يبقى معايا دلوقتي نص كوباية من السمنة، اخدت منهم معلقتين على جنب، حطيت عليهم علبة من الزبادي، وحطيت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بصوا شكله كده طبيعي يا جماعة. لما يقطع معاكي كده يبقى الخليط كده صح تمام التمام. ومعايا هنا دلوقتي لفة من الجلاش او نص كيلو من الجلاش. وكل ما الجلاش يكون معايا صابح وطازة، كل ما يديكي نتيجة كويسة جدا جدا. اهو هفرد الجلاش بالشكل ده زي ما انتم شايفين عشان اعرف اشتغل فيه. والكاستر بتاعي برد خلاص اهو. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، وهنزل فيها بمعلقتين السمنة اللي انا كنت حطاهم على جنب،
اهو. هدهن الصينية بالسمنة. وطبعا ما ينفعش ادهن الصينية بالخليط اللي انا عاملاه علشان الفطيرة ما تلزقش مني. هدهنها بالسمنة بالشكل ده، هدهنها كويس جدا بالسمنة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب الجلاش بقى ونبدأ ان احنا نفرد نص الورقة بره الصينية والنص التاني جوه الصينية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اهو. نص الورقة جوه الصينية والنص التاني بره. هحط كده اول طبقة، هحط 4 ورقات بالشكل ده، هحاول افردهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده هجيب الخليط بتاعي، وهو ده شكل الخليط بتاعي بالشكل ده، وهديله تقلبتين كده. وبعد كده هدهن بالخليط اللي انا عملته، هدهن بيه الجلاش بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. هدهنه كويس جدا، وهحاول بقى ان انا ارفع وش الورقة كده من الجنب وادهن تحتيها بالشكل ده اهو. هدهن بالراحة خالص، انا ما دهنتش الورقة على طول علشان انا مش عايزة الارضية يجي عليها من الخليط اللي انا عملته ده. انا مش عايزة يجي عليها من الخليط علشان ما يخليش الفطيرة بتاعتي تلزق في الصينية. هرفع كده الورقة بالراحة وهدهن بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده همسك الورقة اتنيها ورقتين اهو بالشكل ده. هجيب الورقة اتنيها اتنين، وهجيب الخليط بتاعي وهدهن برضو بالخليط بتاعي بالشكل ده. سهلة وبسيطة خالص اهو، مفيش اسهل من كده. هدهنها كويس بالخليط اللي انا عملته. وبعد كده هبدأ ان انا افرد الكاستر بتاعي. الكاستر طبعا بعد ما برد، وكمية الكاستر في الصينية على حسب الذوق والرغبة. ممكن طبعا تقللي وممكن تكتري براحتك خالص اهو. نزلت الكاستر بتاعي كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا افرده بايدي بالشكل ده. بتبلي ايدك كده من السمنة وبتفردي الكاستر علشان تسويه جوه الصينية كده. خلاص خلصت الكمية بتاعة الكاستر كلها وفردتها بالتساوي في الصينية بالشكل ده. وبعد كده هاخد ورق تاني من الجلاش وهفرده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كل ما افرد طبقة هدهنها دهنة كده من الخليط اللي انا عاملاه اهو علشان تبقى مورقة معايا كده. بين كل طبقة والتانية هدهنها دهنة من الخليط اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هعمل ايه، هطبق بقى الورق اللي انا كنت مطلعاه بره الصينية، هطبقه لجوه. وكل لما اطبق برضو هدهنها دهنة كده من الخليط. طب ليه بعمل الخطوة دي؟ علشان كل الاطراف بتاعة الصينية ما يطلعش منها اي حاجة خالص. هلم الاطراف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا بدهنها برضو بالخليط اللي انا عاملاه اهو علشان تبقى مورقة معايا كده. سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك اي وقت خالص، وهتاكلي احلى فطيرة بالكاستر اهو بالشكل ده. وبين كل طبقة والتانية هدهنها بالخليط كده. تمام كده انا خلصت اهو. برضو هديها دهنة من الخليط، واخر ورقتين هحطهم على الوش اهو. وبايديا كده هبدأ ان انا اسوي الصينية وادهنها بالخليط كله لحد لما تتجانس مع بعضها وتبقى في سوا واحد بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هدخل كده الورقة كده من تحت واحاول ان انا اسويها بايدي كده بالشكل ده. سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد منك اي وقت خالص. وهاجي بقى بقية الخليط اللي معايا هنزله عليها بالشكل ده اهو، وهدهن وش الصينية كله بالخليط اللي اتبقى معايا. هسويها ازاي بقى؟ هنسويها على درجة حرارة 190 درجة. تاني رف من تحت انا هوريها لكم في الفرن اهو. بصوا بقى انا بحطها على الشبكة في تاني رف، يعني قريبة من النار على درجة حرارة 190 درجة. واول ما تتحمر معايا من تحت كده والاقيها بدأت ان هي تنفش معايا كده شوية، بولع عليها الشواية من فوق لحد لما تحمر معايا.
بصوا ما شاء الله طالعة شكلها جميلة ازاي من الفرن، مورقة وجميلة من جوه وفي نفس الوقت طرية وهشة خالص اهي. والله يا جماعة انا مش عايزة احلف بس والله احلى من اللي بنشتريها من بره. اللي هيدوقها ما هيقولش انها جلاش اصلا خالص، مش هيقول انها جلاش، هيقول انها احلى فطير اكله في حياته. وهنبدأ بقى بعد ما طلعت من الفرن هحطها على طبق التقديم واقطعها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض الخطوات الجاية. وطبعا لازم تقطعيها الاول قبل ما نبدأ ان احنا نرشها بالحاجات بتاعتها. وطبعا هي مفيش فيها سكر طبعا. فانا جبت كده كوباية من اللبن وبدأت ان انا ارش عليها بالشكل ده. اللبن دافي والفطيرة بتاعتنا طالعة سخنة من الفرن. تاني هقول تاني، اللبن بتاعي دافي والفطيرة بتاعتي سخنة خالص. هسقيها بيها كده علشان تضرب معايا، وطبعا انا مش حاطة سكر خالص. فهعتمد بقى على السكر البودر اللي انا حطاه بره. والناس اللي بتحب الحاجة مسكرة اكتر من كده ممكن وهي بتحط الكاستر جوه الفطيرة ترش رشة كده من السكر جواها. دي طبعا للناس اللي بتحبها مسكرة كده شوية. انا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي فبعملها كده. رشيت عليها بقى السكر البودر، بعد كده حطيت عليها اللبن الدافي، وبعد كده رشيت الزبيب والجوز الهند. وهنزل بشوية من اللبن كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. عندك بقى اي مكسرات حطي عليها بالشكل ده. واخر شوية لبن في الكوباية حطيتهم عليها كده علشان السكر يدوب معايا كده مع الفطيرة. اهو اي مكسرات عندك، فول سوداني، جوز هند، زبيب، اللي متوفر عندك حطيه. اهو شوية اللبن اللي فضلوا معايا حطهم في الاخر بالشكل ده علشان السكر كده يدوب معايا في الفطيرة. بصوا يا جماعة ما شاء الله شكلها يا جماعة بجد شكلها يجنن. اللي هيجربها انا متأكدة 100% ان هيشكرنا عليها بإذن الله. طعمها حلو جدا جدا، مش هتصدقوا ان انتوا عملتوها في البيت. الطعم زي بره بالظبط، مفيش فرق خالص، وحاجة حلوة انتوا عملتوها في دقايق معدودة. ما اخدتش مننا لا وقت ولا مجهود، في 10 دقايق بتكوني عاملاها ومسوياها، وهتعملي احلى فطيرة في الدنيا. وكده خلاص الفطيرة بتاعتنا خلصت، يا ريت تجربوها. يعني سلمى ما بتقولكوش على حاجة اعملوها غير لما تكون حلوة جدا جدا. ومتأكدة ان هي هتطلع معاكم حلوة وجميلة. يلا بقى كلكم جربوها، ومستنية تعليقاتكم وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.